فيروس النفاق الخليجي والحركات الإسلامية العربية. محمد تمام. وصلني ممن لا أعرفه ويقول إنه من بدون الكويت صور لخالد الدويسان سفيرها وأقدم سفير في بريطانيا على الإطلاق، صور يقول صاحبها إنها التقطت خلال عشاء خيري حضره هذا السفير وهو يتعاطى الخمر الممنوع بيعها وشربها في الكويت. لم أستغرب كثيرا لهذا الأمر، فقد سبق لي أن شاهدت الدويسان يشرب الخمر، كما أن دبلوماسيا أوروبيا أبدى أمامي منذ أيام دهشته لمشاهدة نفس السفير يحتفل باقتراب أعياد الميلاد في حفل أقامته سفيرة البوسنة، قائلا: كيف يمكن لسفيرين مسلمين أن يسكرا هكذا أمام الملأ؟ وكان جوابي أن الإسلام الشكلي وحده لا يكفي للتحلي بالأخلاق الإسلامية، وأن كثيرا من غير المسلمين يتحلون بأخلاق أقرب إلى الإسلام من أخلاق الكثير من المسلمين. ولو أن دولة غير البوسنة كفنزويلا مثلا كانت هي عضو مجلس الأمن حين عرضت قضية الدولة الفلسطينية عليه حديثا، لأيدت إقامة هذه الدولة على عكس البوسنة الدولة المسلمة التي رفضت الاعتراف بفلسطين، رغم أن العرب هم الذين ساعدوها واعترفوا بها خلال صراعها مع السرب. ولو أن اليابان كانت هي جارة العراق اليوم لكان ذلك مدعا لها لمساعدته بدل التآمر عليه كما تفعل الكويت وأخواتها. ليس إقبال الدبلوماسيين الخليجيين على تعاطي الموبقات المحرمة في بلدانهم شيئا جديدا علي، فقد عرفت بحكم عملي الصحفي الكثير من هؤلاء. رأيت سفيرا قطريا يصلي الجماعة ورائحة الخمر تفوح من فمه، وآخر كويتيا وصل به إدمانه للخمر أن ذهب مخمورا إلى القصر الرئاسي في البلد المضيف، وآخر سعوديا شاهدته يشرب الخمر في حفل دبلوماسي غير عربي ومعه الملحق الديني المكلف بالإشراف على تسهيل سفر المعتمرين والحجاج ونشر المذهب الحنبلي الوهابي. وقد حدث أن أوقفت صحيفة البلاد التي تملكها حركة الإخوان المسلمين في الجزائر مقالي الأسبوعية قبل 10 سنوات بسبب مقال تعرضت فيه إلى الفضائح الجنسية لإبراهيم السهلاوي المدير الحالي للإدارة العربية في الخارجية القطرية وشقيق محمود السهلاوي المسؤول السابق في قناة الجزيرة. وليس موضوعي في هذا المقال شرب هذا للخمر وحب ذاك للدنيا، وإنما أنطلق من هذه الأمثلة لأناقش موضوعا أكثر أهمية، وهو النفاق المتلبس لبوس الإسلام الذي انتشر في دول الخليج خصوصا واستوردته الحركات الإسلامية في غير هذه الدول كالفيروس الذي تستورده مع جهاز الكمبيوتر المستعمل ويبقى نائما في جهازك ثم يتحرك حين يجب له أن يتحرك. علي أولا أن أوضح أنني إذا أنتقد الحركات الإسلامية وأشرح دواخلها المرضية لا أنتقد الإسلام الذي لا يمثله بشر حي مهما كان، بل إنني بذلك أدافع عنه من خطر النفاق الإسلاموي مثلما كنت ولا زلت أدافع عنه ضد خطر الانحراف العلماني، فالنفاق سيقتل روح الإسلام ويبقي الشكل فقط، بل وسيدفع الناس إلى الردة. وليس أكثر خطرا على الإسلام من تسطيحه وتحويله إلى هيكل كهنوتي يصبح فيه رجل الدين معصوما لا يجوز انتقاده ولا التعرض لأفكاره الهدامة التي تجلب الخراب وتنفر الناس من الإسلام. ولن تجد إسرائيل أفضل من عالم دين كالقرضاوي ولا من إعلام أفضل من الجزيرة يروض الجماهير باسم الدين أو باسم الحرية لصالح قطر التي تحكمها أمريكا التي تحكمها إسرائيل. علي كذلك أن أوضح أن أي هجوم على الإسلاميين اليوم أو في المستقبل لا يعني الدعوة إلى مصادرة حق الشعب في الاختيار أو التلاعب بخياراته، فكما أوضحت في مقالي السابق كيف توقعت
سقوط بن علي، فإنني دافعت بشراسة أشهرا قليلة قبل ثورة تونس الأخيرة عن هويتها الإسلامية أمام مسؤولين في ذلك البلد، في وقت كان غيري يتملقهم من أجل الحصول على إجازة صيفية في شواطئ تونس. وجادلت خالد نزار والعربي بالخير ومحمد تواتي والكثيرين من جنرالات انقلاب 1992 في الجزائر في عدم شرعية انقلابهم. علي أيضا أن أبدي الاحترام اللازم لكل شعوب الخليج التي لا أقصدها حين أتحدث عن النخب الفاسدة فيها والحكومات المرشحة للانهيار، وقد فعلت ذلك في عز الأزمة الكروية بين الجزائر ومصر في مقالي فوائد الحرب الجزائرية المصرية، الذي دعوت فيه صراحة إلى أن تنتهي تلك الأزمة بكشف فساد حكومة مصر ونخبتها، وكذلك حكومة بلادي ونخبتها، وحرصت حرصا شديدا على أن لا يشمل نقدي البسطاء المخدوعين من الشعبين الذين استخدموا وقودا لنار كانت مهيئة لتحرقهم من أجل بعث الروح في مشروع التوريد. وكما أحمد الله أنه انتقم لدم شهداء الجزائر الذين شتمهم أبناء مبارك ومثقفوهم فسقط الطاغية وأبنائه، فإنني أدعو الله اليوم أن لا يكون دم شهداء مصر قربانا للبرادعي خادم إسرائيل أو عمرو موسى خادم الطغاة أو غيرهما يوصلهم إلى الحكم على جثث الغلابة والمساكين. ولأعد إلى موضوع المقال، موضوع الدور الإسلامي والإسلاموي المتصاعد اليوم. وجد الإسلام لينشر التوحيد ومعه قيم العدل والحرية والمساواة، ولولا ذاك لما كان أول من اعتنقه فقراء قريش وعبيدها والطيبون من الأغنياء المتوسطين فيها، بينما كان سادة قريش آخر من اعتنق الإسلام بعد فتح مكة. وليس ذلك إلا لأن الإسلام هدد نفوذهم بمساواته بين عبد حبشي وسيد من سادة مكة. عندما تختفي هذه القيم الإنسانية النبيلة من فهم الإسلاميين أو غيرهم للإسلام، وتصبح إطالة اللحية مسألة يقينية، أما الاستعانة بالإمبريالية الصليبية الصهيونية لإرجاع الاستعمار فتكون مسألة خلافية، ويتصدى للدفاع عنها حخامات وبابوات يطلق عليهم مسمى الشيوخ. عندما يحدث ذلك يخرج الإسلام من كونه أداة لنشر التوحيد والعدل إلى أداة كهنوتية تستخدم في تخدير الشعوب كما يتمنى أعداء الدين أن يتحول. والتوحيد في حقيقة الأمر هو إخراج للعباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولا يمكن أن يحدث هذا إلا بتحقيق الحرية التي ليس على ضرورتها دليل أحسن من سماح الخالق للشيطان بمعارضته وإمهاله له حتى يوم القيامة لبسط نفوذه إن استطاع ولن يستطيع. وعندما يصبح الإسلام هيكلا اجتماعيا يحاول سادة الكهنوت أن يحافظوا عليه غير عابئين بالمفاسد الاجتماعية التي تدخله من الداخل، يتسلل المرض إلى الجسد ويسقطه حتى ولو كان هذا الجسد يبدو في كامل صحته. وعندما تتحول الحدود المذكورة في القرآن أو تلك التي اخترعها الناس ونسبوها إلى الشريعة من غير دليل نقلي وعقلي يعتد به، عندما تتحول تلك الحدود إلى سيف على الضعيف يستثنى منه القوي، وتتحول من أداة لإقامة العدل إلى أداة لنشر الظلم، يبدأ الناس في التنصل من الإسلام شيئا فشيئا بالردة لمن استطاع وبالنفاق لمن لم يستطع. وبذلك يصبح من يزعم أنه حريص على إقامة الشريعة أعدى أعدائها، لأن الناس لا يفرقون في الغالب بين خطايا الكهنوتيين الذين يزعمون أنهم الوكلاء الشرعيون للإسلام وبين مبادئ الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وفي دول الخليج العربية خير مثال على حدوث هذا الأمر، فرجال الدين حولوا الدين مع الوقت إلى أداة حكم بطاعة يستخدمها الحاكم منذ العقد الشهير بين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب الذي سمح للدولة بالتحكم في رقاب الناس بسيف السياسة وبسيف الدين. حلف حول قرنين بعد ذلك أبناء 3 قبائل عربية
العتبان والمطران والعجمان المنضوين في جماعة إخوان من طاع الله إلى مقاتلين مستميتين في ميليشيات عسكرية أهدت الحكم لعبد العزيز آل سعود، إنها كانت ترى فيه الخليفة الراشد، ثم انقلبت عليه بعد استيقاظها من ذلك الحلم الجميل، واكتمل استيقاظها من الحلم على وقع قنابل الطائرات البريطانية التي ضربت تلك القبائل وهزمتها، وقضت على حلمها في إسقاط حكم آل سعود الذي ساعدت على إقامته. وسيأتي يوم يذكر التاريخ بإنصاف وبعيدا عن نفوذ البترودولار تفاصيل أكثر عن المجازر التي ارتكبها عبد العزيز وميليشياته لإحكام السيطرة على إمارات حائل والحجاز والشرقية وغيرها. ومن تلك المجازر مجازر النيسية ولقيد والجثامية عام 1921، ومجزرة الطائف سنة 1924، ومجزرة نجران سنة 1934 التي قاد الحملة عليها سعود بن عبد العزيز الذي توج ملكا بعد ذلك. هذا بالإضافة طبعا إلى المجزرة التي خلفها الجيش السعودي والطيران البريطاني سنة 1929 في معركة سبلة التي قضت على إخوان من طاع الله، فقتلت أكثرهم وقادت زعمائهم فيصل الدويش وسلطان بن نجاد إلى سجن سعودي مميت توفي فيه في ظروف مريبة قيل أن سببها دس السم لهما. وكذلك فعل الملك عبد العزيز مع ضيدان بن حفلين قائد العجمان الذي حيده في معركة سبلة مغدقا عليه العودة، ثم انقلب عليه بعد أن قضى على المعارضين في عتيبة ومطير. ومع الوقت تقزمت بقايا جماعة إخوان من طاع الله وحل محلها هيكلان دينيان بديلان، أولهما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أسسها الملك عبد العزيز عام 1940، أي بعدما يقارب العشر سنوات من انتصاره على معارضيه من صقور الحركة الوهابية في سبلة وتحويله الباقين إلى جنود في جيشه أو مطاوعة في هيئة الأمر بالمعروف. وثاني الهيئتين هيئة كبار العلماء التي تأسست سنة 1971 من أجل مأسسة مشيخة المذهب الحنبلي الوهابي التي تصدت للحركة القومية الناصرية، وآن لها أن تصبح بديلا للأزهر المصري بعد أن كانت منافسة له. وإذا كانت قدرة هيئة كبار العلماء على تصحيح انحرافات الحاكم وتقويمها ترتبط بمدى قوة أو ضعف شخصية أعضائها ومدى شعبيتهم، فإن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولدت ضعيفة منذ البداية، فسيفها كان مسلطا في الغالب على الضعيف، على عكس جماعة إخوان من طاع الله الذين بلغ من نفوذهم أن قاموا يوم كانوا أقوياء بإجبار الملك عبد العزيز نفسه على قص ثوبه عملا بالحديث النبوي القائل: ما تحت الكعبين ففي النار. فالهيئة اليوم لا ترغب ولا تستطيع العمل خارج إطار شرطة الآداب الذي وضعه الحاكم، فلا يمكن مثلا أن تراقب نهب المال العام وهو عمل يدخل في صميم اختصاصها. وتثور بين الفينة والأخرى صيحات السخط من اختصار عمل الهيئة المخولة بأداء وظيفة الحسبة، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على مراقبة الانحرافات الجنسية بين ضعاف المواطنين، وعدم قدرتها لا هي ولا جهاز الشرطة على اعتقال أمير سعودي واحد مشتبه به في قضية فعل فاضح أو هتك عرض أو ما شابه، بل إنه كثيرا ما يحلو لبعض أمراء آل سعود أن يتحدوا هذه الهيئة، كما فعل الأمير الوليد بن طلال حين سمح لقناة أم6 الفرنسية بتصوير سكرتيراته اللواتي يرتدين ألبسة غير محتشمة داخل مكتبه في برج المملكة الذي لا تستطيع الهيئة دخوله إلا باستئذان، كما صرح بذلك أخيرا مسؤول في قنوات روتانا أعلن أن رجال الحسبة طلبوا منه الإذن لإيقاف حفلة غنائية. ولا نجد هذا الاستئذان في عشرات القضايا التي تلفقها الهيئة سنويا لمواطنين بسطاء تقتحم محلاتهم ويعتدى على أملاكهم ويساقون في سيارات الجمس لسبب تافه أو بآخر. والحقيقة أن كون أمراء آل سعود بعيدين عن أي شكل من أشكال العقاب يعفيهم حتى من الوقوع تحت طائل الحدود التي أقرتها الشريعة الإسلامية. فمنذ نشوء المملكة العربية السعودية سنة 1932 وحتى قبل ذلك
حين كان عبد العزيز يسمى سلطان نجد والحجاز لم يحدث أن أقيم حد شرعي على أمير واحد من آل سعود، سواء من أبناء عبد العزيز وأحفاده أو من أبناء إخوته وأخواته 22. ويمكن أن نستثني من هذه القاعدة 3 أمراء لا غير: فيصل بن مساعد قاتل الملك فيصل، ومشاعل بنت فهد التي قتلها جدها محمد بن عبد العزيز الملقب بمحمد أبو شرين بعد اتهامها بالزنا، وفهد بن نايف حفيد الملك سعود بن عبد العزيز الذي قتل مراهقا يدعى منذر القاضي، ثم ضغطت العائلة الحاكمة على عائلة ضحيته حتى عفت عنه، فلم يقم عليه الحد، فيما يصفه السعوديون أنفسهم بالمسرحية السخيفة التي كان هدفها امتصاص غضب الشارع السعودي من انتفاء العدل في إقامة الحدود الشرعية. لذلك تنتشر بين السعوديين مقولة منسوبة لسلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع الحالي والمسؤول عن الانضباط داخل العائلة المالكة، وهي مقولة ابن سعود بين الحد، أو آل سعود لا يقام عليهم الحد، وهي مقولة تبدو صحيحة، ولو كان الحد الشرعي يتحرى العدل في السعودية لجرت عقوبة حد الحرابة على الوليد بن طلال صاحب قنوات روتانا دعارة بتهمة إشاعة الفاحشة، بدلا أن يتعرض مثل هذه العقوبة البنغالي الفقير الذي يروج أشرطة جنسية أو يبيع حبوب الكبتاجون المخدرة. وقد سألت مؤخرا أحد السعوديين الملتزمين ظاهرا والمعروف باختراقه لمواقع النت وأجهزة الكمبيوتر هل يستحق أمثاله ممن يسرقون أشياء مهمة ممن يخترقون أجهزتهم عقوبة قطع اليد، خصوصا وأن شروط القطع من حرز ونصاب وغيرها متوفرة، فلم يجبني إلى الآن ولا أظنه يفعل، أو ربما يجيب بالتعلل بشرط انتفاء الشبهة الذي يستخدمه القضاة الفاسدون عادة لإسقاط حد السرقة عن علية القوم وشيوخهم وأمرائهم. ولعل من الأمثلة المضحكة المبكية على ذلك قطع يد سارق الجوال وترك سراق المال العام كقاضي محكمة المدينة المنورة الشهير الذي أشرف سنة 2010 على رئاسة لجنة صفقات فاختلس منها وشركائه 600 مليون ريال، لا يعادل 225 مليون دولار، ثم قال إنه كان تحت تأثير السحر واتهم الجنية بسرقة الأموال وتمت تبرئته على هذا الأساس. وهنالك مئات الأمثلة على التلاعب بالحد الشرعي واستخدامه على الضعيف دون القوي، أبسطها قضايا إعدام الخدم المستخدمين من إندونيسيا وبنغلاديش والدول الإسلامية الفقيرة، ويقابلها عدم إخضاع غيرهم لهذه الحدود كالممرضتين البريطانيتين اللتين قتلتا زميلتهن سنة 1997 واضطرت الحكومة السعودية إلى إطلاق سراحهم تحت ضغط الحكومة البريطانية. وبغياب قانون عقوبات مدون وعدم استقلال القضاء وخضوعه لسلطة رقابية نزيهة تصدر أحكام قضائية سخيفة لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية تحت مسمى التعزير، فتصل العقوبات أحيانا إلى 1000 جلدة، وهو ما لم يحدث أن عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي من خلفائه الراشدين. ويمكن تحت هذا النظام التعسفي غير الإسلامي المتخفي تحت العباءة الإسلامية المكذوبة أن يصدر 5 قضاة ينظرون في قضية واحدة بشكل منفصل 5 أحكام مختلفة، الأول بالبراءة، والثاني بالغرامة، والثالثة بالجلد، والرابعة بالسجن، والخامسة بالإعدام. والسعودية ليست المثل الخليجي الوحيد على انتفاء العدل في نظام العقوبات الشرعية والوضعية، ففي الإمارات عيسى بن زايد النهيان الذي عفي من العقاب بعد تعذيبه لموظف أفغاني بدعوى أنه كان تحت تأثير المخدر، وفي الكويت طلال بن ناصر الصباح الذي تم تعليق حكم إعدام صدر عليه بعد أن كثرت فضائحه وجرائمه من تعديات أفضت إلى الموت وإلى العاهات المستديمة، كحال المطرب المصري أحمد عدوية الذي قطع الشيخ ناصر عضوه التناسلي إلى بيع المخدرات وغيرها. وكذلك تم في قطر تجميد حكم إعدام عدد من شيوخ آل ثاني ومنهم محمد بن خليفة بن سعود والذين قتلوا ابن عمهم غانم بن جاسم بن فهد،
والمرحوم غانم متزوج من أخت زوجة فواز العطية الدبلوماسي القطري المعتقل دون محاكمة منذ سنتين بأمر من حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر بسبب كتاب ألفه يتهم فيه أحد أجداد آل ثاني بسرقة أموال اليتامى من صغار آل ثاني آنذاك. وأحيانا تنفق جرائم الشيوخ لضباط صغار كما حدث في الكويت في قضية محمد غزاي الميموني المطيري والذي مات تحت صوت أحد أبنائه آل صباح ووالده مسؤول كبير في وزارة الداخلية، وألصقت القضية بضباط من الوزارة. ويكاد التيار الديني مع الوقت في السعودية وفي غيرها يتحول إلى شاهد زور لا يكاد يحلم بتبوء عشر المكانة التي كان يحظى بها شيوخ الدين أيام الملك فيصل، فضلا عن أيام محمد بن عبد الوهاب وفيصل الدويش التي هي اليوم من الأيام الخوالي. لذلك قام ملك السعودية بعزل شيخ مثل صالح الحيدان من رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وأظهره التلفزيون السعودي يسلم عليه ببرود شديد بعد انتقاد الحيدان لما سمي بإصلاحات الملك. وتروج اليوم أنباء عن تخطيط خالد التويجري رئيس الديوان الملكي لتجريد الحيدان من آخر منصب رسمي له هو عضويته في هيئة كبار العلماء. وخالد الذي مكن أبوه عبد العزيز التويجري الملك عبد الله من الوصول إلى الحكم بعد أن حول الحرس الوطنية من ميليشيات قبلية ضعيفة إلى جيش موازن للجيش النظامي، هو أحد الأعداء اللدودين للتيار الحنبلي الوهابي الذي يرى في خالد وفي أبيه وفي الراحل غازي القصيبي أعداء للإسلام. وتدور اليوم معركة خفية بين التويجري وبين بعض رموز التيار الديني يساهم في إذكائها وزير الداخلية وولي العهد نايف بن عبد العزيز وابنه محمد، اللذان نجحا في كسب ود وولاء التيار السلفي عموما باستثناء ذلك المحسوب على تنظيم القاعدة. ويسخر السلفيون السعوديون من خالد التويجري فيسمونه عمر بن عبد العزيز التويجري ردا على حملة إعلامية يديرها لتصوير نفسه أمام الناس راعيا لحقوقهم وحاليا على الضعيف والمسن منهم. ذلكم هو الإسلام الشكلي الظاهري، إسلام الواجهة البراقة والقشرة الذهبية الذي يكرسه هذا التيار الخليجي عن وعي أحيانا وعن سذاجة أحيانا أخرى. إسلام تمنع فيه الموسيقى في رمضان ويسمح فيه ببيع الخمر. إسلام يجلد تحت ظله من يتحرش بالفتاة وتنتشر تحت فيئه الدعارة الأورو الشرقية والعربية حتى وصل الفجور حد استخدام العاهرات بتأشيرات حج وعمرة. وعلى ذكر تحريم الموسيقى والصورة قبلها يأتي ذكر شهادة المخرج السوري مصطفى العقاد صاحب فيلم الرسالة الذي تسبب في إدخال الكثيرين للإسلام وهداية بعض ضلال المسلمين، حين ذكر أن السعودية منعت تمويل فيلمه بل وحاربته بدعوى أن الصورة حرام، ولم يموله غير الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي كفره قاتلوه بمبررات سخيفة كقولهم إنه لا يصلي على الرسول حين يذكره. ولم ينكر هؤلاء على شيخهم عايض القرني عدم صلاته على محمد عليه الصلاة والسلام حين يذكره في مقالاته المنشورة في الشرق الأوسط وغيرها. وهذا هو إسلامهم، إسلام نفاقي يحل للقرني ما يحرمه على القذافي. وهكذا يحرم فقهاء الخليج الغناء في إقصاء تام لأية نظرية مخالفة حتى ولو كان صاحبها عالما من أعلام السلفية كابن حزم، لكنهم يعجزون عن إسكات صوت محمد عبده لأنه صديق للأمراء، أو إجبار الدولة على التخلي عن مهرجان الجنادرية لأنه نشاط يشرف عليه الحرس الوطني ذلك الجيش القبلي الذي هو فوق أي قانون. ويحرم نفس الفقهاء الاحتفال بأي عيد إلا عيداء الفطر والأضحى، ولكنهم يعجزون عن إبداء رأي صريح في العيد الوطني، لأن التشكيك في أن الاحتفال بالعيد الوطني حلال تشكيك في راعي هذه المناسبة الذي هو الدولة السعودية. وفي غياب مشروع مجتمع متكامل صلب قادر على مواجهة مشاكل العصر وحريص على العدل والحرية حرصه على اللحية والمسواك
في غياب مشروع يقلب الفكرة على كل أوجهها ولا يتبناها إلا إذا رآها فعلا موافقة للشرع والعقل وللمصلحة العامة، فإن فعل دافع عنها مهما كانت الظروف. في غياب كل ذلك فإن علينا أن ننتظر عقودا من الزمن كي يقتنع رجال الدين بمفاهيم حداثية يرفضونها اليوم محرمين لها دون دليل محكم، كما اقتنعوا بأن الصورة ليست حراما وفتحوا عشرات القنوات التلفزيونية بعد أن كانوا يحاربون السينما والتلفزيون والأطباق الفضائية. ولتقبع الأمة في كهف الجهل والخوف من إغضاب رجال الدين حتى يحرر هؤلاء أنفسهم من أفكارهم البالية المحسوبة ظلما على الإسلام، ثم تتحرر الأمة تحررا جزئيا بسيطا بطيئا بتحررهم الجزئي البطيء. إن الفتوى في العالم الإسلامي عموما وفي الخليج خصوصا تحولت إلى مانيفستو سياسي يستخدمه الحاكم المتغلب للبقاء في الحكم ولتصفية خصومه في الداخل والخارج، مستغلا سذاجة هذا العالم وجهله بأمور الدنيا وتواطؤ ذاك وطمعه في مباهج تلك الدنيا. فالرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان حارس البوابة الشرقية ضد المجوس الروافض حين كان يقاتل الخميني، ثم تحول بفتوى من عبد العزيز بن باز إلى كافر ما دام لم يتبرأ من مبادئ البعثية الإلحادية بعد أن قام بدخول الكويت، ورغم أنه لم يبدي يوما تراجعه عن أفكاره البعثية إلا أنه تحول إلى شهيد لأن الشيعة قتلوه. وكذلك القذافي تحول إلى طاغوت يجب قتله بفتوى من القرضاوي الذي كان يحوج إليه طلبا للعون والدعم. هذا القرضاوي الذي أقام الدنيا ولم يقعدها على مجاهدي طالبان عندما هدموا تمثال بوذا، ولم يصدر فتوى شرعية يحرم فيها استضافة قطر لقاعدتي السيلية والعديد التي يقتل منها المسلمون في العراق وأفغانستان. إسلام ذو معيار ازدواجي يرى في قوات الناتو التي تقتل المسلمين في أفغانستان محررة في ليبيا. وعلي هنا أن أوضح بشكل صريح أنني وحتى يومين قبل أحداث ليبيا كنت ضد نظام القذافي، بل حدثت بيني وبين سفيره في لندن عمر جلبان مشادة كلامية عليها شهود كثر بسبب إنكاره لحق الليبيين في الحرية. أما وقد تدخل الناتو فلم تعد تلك ثورة ما دام خيارها استبدال المستبد بالمستعمر. إن تسييس الفتوى بهذا الشكل هو سبب امتناع علماء البلاد عن تكفير الشيعة حين كان يحكم إيران من سمى نفسه بشاهنشاه أو ملك الملوك، وهي تسمية كفرية على الأرجح. ثم تحول هؤلاء العلماء إلى تكفير الشيعة بعد ثورة الخميني. ولا شك أنه إذا سقط نظام إيران الحالي وحل محله نظام صديق لأمريكا ولدول الخليج فإن فتاوى تكفير الشيعة سوف تختفي بشكل بارز. والأمر نفسه مع صوفية تركيا التي تسوق وسائل الإعلام الممولة خليجيا لشخص حكامها الحاليين، وتدفع بعض الأطراف الخليجية بتركيا إلى حرب مع إيران تستفيد منها أمريكا وإسرائيل، وتراق فيها دماء التركي والإيراني وربما العراقي والسوري والأردني والمغربي، بينما يمولها الخليجي بفائض أرباح البترول الناتجة عن ارتفاع أسعاره بسبب الحرب، كما كان الحال أيام الحرب العراقية الإيرانية. فإذا انتهت الحرب وشعر حكام الخليج بخطر تركي ما، انبرع علماؤهم لتكفير حكام تركيا الصوفية المشركين المبتدعة الضلال القبوريين القائلين بوحدة الوجود والتجسد وكل ما يشتهي ولي الأمر الخليجي. إن الفقه الذي هاجم عبد الناصر بسبب استعانته بالسوفيات لبناء سد أسوان وتسليح الجيش المصري هو نفسه الذي سمح بالمجيء بالقوات الأمريكية إلى بلاد الحرمين وبقتال الروس نيابة عن أمريكا في أفغانستان. إنه ذات الفقه الذي أوهم المسلمين بأن تحرير القدس يبدأ من أفغانستان وليس من مصر بلد الظواهري، أو السعودية بلد ابن لادن، أو الأردن بلد عبد الله عزام الذي كان يؤلف القصص عن كرامات المجاهدين الذين كان الواحد منهم يحثو التراب على الطائرة الروسية فتنفجر. وإن الفقهاء الذين كفروا القذافي وصدام والخميني لكي يسوغ شرعا إعلان الحرب عليهم والاستعانة بالكفار ضدهم هم أنفسهم الذين امتنعوا عن تكفير بورقيبة وبن علي اللذين حارب الإسلام في تونس لأنهما من أصدقاء تلك الدول.
ولعل من العجيب أن الشيوخ الذين أنكروا على بن باز فتواه بالسماح للقوات الأمريكية بالتواجد في السعودية أفتوا بعد ذلك بأن الاستعانة بقوات الناتو ضد نظام القذافي حلال. إن حكام الخليج للأسف الشديد وخصوصا منهم زوج موزة حاكم قطر ينظرون إلى العالم على أنه بلاي ستيشن أو لعبة يتم من خلالها تغيير أنظمة العالم ليس لخدمة شعوبها ولا لخدمة الإسلام بل لخدمة طموحاتهم الشخصية في إضعاف الدول المنافسة والتمكن من الظفر بتوكيل أمريكي لإدارة الشرق الأوسط، وكأن الشرق الأوسط فرع صغير لشركة تنتج السيارات أو عيادة لنفخ الشفاه بالسيليكون أو مطعم للهمبرجر. ومن يستمع للتسجيل السري مسرب حديثا لأمير قطر ورئيس وزرائه وهما يتآمران قبل عدة سنوات من أجل إسقاط النظام السعودي الجار يدرك أن هؤلاء يفكرون بهذه الروح الطفولية غير المسؤولة تفكير الطفل الذي يحرق بيت الجيران لأنه يريد أن يتمتع بمنظر النيران التي تفرحه وتفجأ جيرانه. لذلك لم أفاجأ وأنا أعرف هذه الحقيقة بسفير قطر في لندن خالد المنصوري يسأل ولي العهد الأردني السابق الحسن بن طلال في ندوة عن أمن الشرق الأوسط عن رأيه في استضافة قطر لكأس العالم، ثم لرد الحسن عليه ساخرا: ومتى ستنظم بلادكم موسم الحج؟ إنها طريقة مرعبة في التفكير الصبياني غير المسؤول تشبه ما فعلته صحيفة الشرق الأوسط حين وصفت بدء الاضطرابات في دمشق وحلب بعد طول انتظار بأنه تسخين، وكأن ما يحدث في سوريا سباق ماراثوني وليس مأساة يراق فيها دم بريء من الجانبين. أو من الإسلام أن تحرق بيت أخيك لأنه يهدد مصالحك ويهدد مصالح أمريكا؟ أو من الإسلام أن تضع أموالك في البنوك الغربية وتفتح بلادك على مصراعيها لغير المسلمين وتفرض على المسلمين تأشيرة لا يمكن الحصول عليها في الغالب؟ أمن الإسلام أن تحاسب النظام السوري والليبي على أخطائه وتسكت عن الظلم الواقع على الشيعة في البحرين وفي شرق السعودية لأنهم روافض المجوس يستحقون الدعس على خشومهم والتوطي في بطونهم، كما يردد الآلاف من الخليجيين في ديوانياتهم وفي مواقع النت والتلفزيونات وبرامج المحادثة الصوتية. عندما ألقت بثينة شعبان المسؤولة عن الإعلام في النظام السوري محاضرة قبل سنوات أنكرت عليها شخصيا الحديث عن الطائفية في العراق وتجاهل الطائفية في بلادها خصوصا من أبناء القرداحة وضواحيها، لكن هل يعني إنكاري للنفوذ العلوي الطاغي في سوريا أن أسكت اليوم عن الصيحات الطائفية التي تنادي بإنقاذ إخواننا السنة من الروافض وتصور ما يقع اليوم بأنه حرب من الكفار الشيعة على المسلمين أهل السنة والجماعة؟ عندما يدعو عدنان العرعور الشيخ السوري المتسعود هو وقنواته التلفزيونية التي يمولها النائب الكويتي وليد الطبطبائي والأمير السعودي خالد بن طلال إلى أن تخرج حلب ضد الأسد حتى ولو مات منها 100,000 دون أن يرسل أبنائه ليكونوا من بين من يتمنى موتهم، وحين يهدد بفرم لحم أبناء النظام ورميهم للكلاب، فإنه لا يقل إجراما عن رامي مخلوف أو ماهر الأسد اللذين يتهمهما بسرقة السوريين وقتلهم. عندما يتحول الخليجيون عن معارضة فساد حكوماتهم إلى معارضة نظام الأسد وعن استنكار اعتقال الآلاف من غير تهمة في سجون الحاير وعليشة وذهبان والرويس والقطيف وأبها والدمام والجوف وغيرها إلى استنكار السجن السوريين وغيرهم، فإن ذلك يظهر كم هي مقيتة وعمياء تلك الطائفية التي لم يدعو إليها الإسلام بل دعا إليها شيوخ الضلال من الطرفين السني والشيعي. لذلك لا عجب أن أغلب القنوات التلفزيونية والمواقع التي تشعل نار الطائفية ممولة من رجال أعمال وسياسيين شيعة وسنة ينتمون إلى دول الخليج بالتحديد. كيف يهب مسلم خليجي لنصرة أخته السنية في سوريا ويتجاهل ما ذكرته جمعية الحقوق المدنية السياسية السعودية عن قيام ضباط من المباحث والسجون بالتعدي على نساء وإطلاق تهديدات ذات إيحاءات جنسية؟ ماذا يقول رجل الدين السني المسلم عن قول أحد ضباط السجن ذهبان السعودي للناشطتين السياسيتين نجلاء الرومي وهيفاء الأحمدي: إنني أشتهيكما؟
وقول آخر لغيرهما: أنت الآن تحت تصرفي، أستطيع أن أفعل بك ما شاء ولن يعلم بك أحد. لماذا يسكت علماء السوء الذين يمنعون الاختلاط في الشارع عن خلوة ضباط ومجندين ذكور بنساء مسجونات في قضايا سياسية مثل هيلا القصير، نجلاء الرومي، هيفاء الأحمدي، حصة الزهراني، نجوى الصاعدي، حنان الكثيري، وفاء اليحيى، أروى بغدادي وأخريات؟ ما هو موقف رجال الدين السعوديين من كسر يد عزة الزهراني قبل أسابيع لأنها طالبت بمحاكمة أبنائها وإطلاق سراحهم، ومنهم المعتقل بتهمة الإرهاب فارس آل شويل الزهراني الذي ورغم اتهامه بالإرهاب لم تتم محاكمته إلى الآن منذ القبض عليه قبل 5 سنوات، وكأنه لا يعاقب من أجل الإرهاب بل من أجل مقولته الشهيرة: أعلنها أمام العالم أجمع أن جنسية آل سعود موضوعة تحت قدمي. وكم في سجون الخليج من دخلها بتهمة الإرهاب ولا علاقة له بها فهو معارض سياسي لا إرهابي؟ ما هو موقفهم من سجن خالد الراشد 15 سنة لأنه دعا إلى مظاهرة لطرد السفير الدنماركي بعد الرسوم المسيئة للرسول؟ 15 سنة منها 5 سنوات بسبب تهديد الأمن العام و10 سنوات بسبب الاعتراض على الحكم. ما هو موقفهم من سجن سعود هاشمي 30 سنة بسبب دعوته للإصلاح؟ وما هو موقفهم من سجن آلاف من الدستوريين والجهاديين والصحويين والإصلاحيين وغيرهم دون تهم؟ وهل يقر الإسلام ظلم الناس باسم حماية الأمن والأمان؟ إن رجل الدين حين يحس بالقداسة يفعل ما يشاء فينفق الأموال بسفه كما فعل القرضاوي في شهر عسله مع زوجته الثانية، ويدعو لفخامة الرئيس برويز مشرف عميل أمريكا بامتياز كما فعل عبد الرحمن السديس، ويحرم الجهاد في العراق لأنه غير مقدور عليه كما فعل عبد المحسن الأمريكان الملقب بمفتي الحاكم الأمريكي بريمر، ويحرم الدعاء بنصرة حزب الله على إسرائيل لأنه حزب شيعي كما فعل عبد الله بن جبريل، ويصف أهالي المسجونين الذين يعتصمون لإطلاق سراح أبنائهم بأنهم أبواق فتنة كما فعل توفيق السائق. وشتان بين هؤلاء وبين علماء كابن حنبل وابن تيمية والعز بن عبد السلام ممن قد لا نتفق كليا مع آرائهم ولكننا نحترم تمسكهم بأفكارهم، وهم من عاشوا في السجن أو المنفى أو ماتوا فيه. إن الإسلامي الذي لا يحارب العنصرية بل ويجد لها تخريجا فقهيا إسلاميا يبرر التقسيمات الموجودة في الخليج التي تقسم الناس إلى قبيلي وخضيري وصلبي وكاولي وهتيمي وتهامي وزبيري وقسمنجي وصانع وخال وتكروني وطرش بحر وحضري وبدوي وقروي وبيسري ولحجي وسفر 7 وحوطي وعوج دخان وعبد. إن مثل هذا الإسلامي لن يختلف عن أبي جهل إلا في شكل لحيته وشاربه وثوبه القصير. إن الإسلامي الذي يتعصب لخليجيته ويخشى عليها من اليمني والعراقي الفقير فيه خلق جاهلية، وإن الإسلامي الذي يرضى بظلم البدون في الكويت والسعودية والإمارات وبالفارق الطبقي بين الأحياء الراقية في الغدير وغرناطة والمرجان والبندر والحمراء والأحياء الفقيرة في غليل والكرنتينة والبطحاء والسويدي ومنفوحة، وبإقامة الحدود على الفقير دون الغني والضعيف دون الفقير، يحتاج إلى مراجعة فهمه للإسلام. لذلك لا يخلو الإسلام الخليجي من تفرقة مقيتة بين الخليجي وغير الخليجي، وبين الخليجي حامل جنسية إحدى الدول الأعضاء ال6 وبين حامل باقي الجنسيات، بل إن التفرقة تكون داخل البلد نفسه. لذلك يشتكي السعوديون مثلا من نفوذ أبناء مدينة القصيم الذين يشكلون العدد الأكبر من سلك القضاء والإفتاء والإمامة وحتى المناصب التنفيذية، وتصف قبيلة أخرى بأن أبنائها سراقين العون أو أكالين خابور الثور أو نهابين الحجاج أو من أصحاب ضيف والنظيف المرأة وغيرها من الصفات المشينة التي يسكت عنها عالم الدين خانعا مستسلما لمفاهيم قبلية بالية يحرص الحاكم على تشجيعها وإذكاء نارها لكي تدوم الفرقة ويتسنى له الحكم.
وفي قضية تفريق الأزواج لغياب تكافؤ النسب كما يزعمون وتواطؤ القضاء المفترض أنه يستمد أحكامه من الشريعة مع هكذا ممارسات، خير دليل على أن الإسلام ليس حقا دستور الخليجيين في كل معاملاتهم الدنيوية كما يزعمون. ولو عاش بينهم بلال أو صهيب أو سلمان لما زوجوه لأنه عندهم عبد مملوك. كيف يكون الإسلامي الخليجي إسلاميا وهو يرى أخته في الإسلام والمواطنة تدعو الناس إلى التبرع لها بلحم حمار لأكله لأنها لا تجد ما تأكله، ويرى آلاف الشيوخ والأمراء يحصلون على رواتب من الدولة دون عمل ويوزعونها على ملذاتهم وعلى أخويائهم وخدمهم الذين يطلق عليهم الخليجيون تسمية جوهر؟ وجوهر في الخليج يرمز لكل أنواع الانحرافات، فهو خادم الأمير ومساعده وحارسه وسيفه على رقاب الناس، وهو الذي يؤمن له المسكرة والعاهرة وكل المحرمات. وكيف لا تتأثر الحركات الإسلامية خارج الخليج بهذا المد النفاقي وهي تستمد الدعم المالي وحتى الفكري من هذا المنبع الراكد الآسر؟ لنا في إسلامي مصر الذين يتنحرون وينحرون بلدهم هم وغيرهم للوصول إلى الحكم خير مثال، ولنا في راشد الغنوشي زعيم تونس الجديد شر قدوة حين لا يجد ممن يختارهم لحكم تونس الإسلامية غير أسهاره وأقاربه، وليس ذلك شيئا جديدا عليه، فقد ضربت ابنته سمية هي وأعضاء تنظيم الإخوان في لندن المشرفين على النشاطات الإسلامية التي كان يمولها رئيس بلدية لندن السابق كين ليفينغستون مثلا في إقصاء المسلمين من غير الإخوان من الصوفية والسلفية إلى الشيعة والعلمانيين. إن التاريخ سيكتب أن التغييرات التي حدثت في دول الخليج وفي غيرها من الدول العربية والتي حققت حدا ما من المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية كانت بسبب مباشر أو غير مباشر له علاقة بجهود الحركات القومية والعلمانية لا بسبب الحركات الإسلامية، رغم أن الإسلام سبق في التأسيس للعدالة الاجتماعية مفكري أوروبا القرون الوسطى، وهذا حقا شيء مؤسف. وإن الحركات الإسلامية العربية بحاجة إلى تحقيق انفصال فكري وعملي يسبقه استقلال مادي وتنظيمي عن دول الخليج لكي تبدأ في النظر بشكل أكثر عقلانية وتفتحا وانسجاما مع روح الإسلام المحمدي لا إسلام القبلية والعصبية، وهذا موضوع بحث آخر. من عادة حكام السعودية أن يدعو كل سنة الآلاف من السياسيين والإعلاميين ومن شبههم لأداء فريضة الحج على نفقة الشعب السعودي، وممن يدعى إلى الحج مدمنون للخمر ومنحرفون وأناس لا تصلي ولا تصوم يضيفون في القصور والفنادق فيظهرون التوبة ثم يعودون لغيهم بعد الحج. تقول نكتة إن أحد هؤلاء المنافقين ذهب لرجم الشيطان فظهر إبليس أمامه حزينا منكسرا يكاد يبكي وقال: حتى أنت يا صديقي ترجمني؟ محمد تمام.